وهسه مثل ما تشوفون صبالنا الدولمة مبينة مش شكلها كلش طيبة وراقية. هذا الماعون كله فقط ب2000 دينار، وهذا الجدر بكمية كلش كبيرة. أهل الديوانية اليوم جبت لكم مطعم يقدم الأكلات الشعبية، أكلات هنة العراقية، مطعم بيت الدولمة. اليوم جايبكم المطعم، هذا المطعم يقدم الأكلات الشعبية مثل الدولمة، مثل كبة برغل، سمبوسة، بيتزا، لحم بعجين. هاي الأكلات وين نسمع بيها؟ ببغداد بشارع المتنبي. اليوم وين اجى هذا المطعم؟ فتح بالديوانية بشارع الوقفة القديم، تقاطع شارع الوقفة مقابل إعلانات حسام. تعالوا وياي نذوق الأكل واعطيكم رأيي بالأكل. طبعا اليوم يا صاحب المشروع ياسر، شنو الأكلات اللي تقدمها؟ نعم، طبعا بالبدايه احنا نقدم الوجبه الرئيسيه او الاكله الرئيسيه هي الدولمه. تمام. وعندنا لحم بعجين، عندنا بيتزا، عندنا كبه برغل، وعندنا شوندر. شنو اللحم اللي بيه اللحم عراقي خالص. تمام. فالحمد لله هسه ان شاء الله تذوقها وتشوفها شلون. يعني الدولمه شلون تبيعها؟ قديش النفر ب2000 وعندنا جدر ب5. اما لا تريد تطلب جدر يعني الجدر كامل زين يعني كبير الى عائلي، عائله قالت تريد تسوي لنا جدر بالضبط. تمام. اذا كبير ب30000 واذا صغير ب25. قد صار لك مبسط هنا؟ والله صار لي تقريبا حوالي 11 يوم. طبعا هذا المشروع كلش ناجح. تجي لهنا تاخذ لك معون دولمه، اكل خفيف وسعره مناسب، وعنده كبه وعنده شوندر وعنده لحم بعجين. تعالوا شوفوا. وهسه راح يصب لنا معون دولمه ونشوف الطعم شلونه ونجيب لكم الطعم. تعالوا صب لنا معون حبيبي. هسه ان شاء الله راح تذوقها وراح اشوف ايش قد طيبه. هسه مثل هذا الماعون بيش؟ هذا الماعون ب2000. تمام. طبعا هي اليوم شويه خلصت من وقت. اي الحمد لله والشكر. فباقي بس ذولي، وان شاء الله راح نجيب يعني فد منها الساعه. طبعا هذا مشروع ناجح بالديوان. طبعا الديوانيه ما يدرون بعدهم. صحيح. فاذا دروا اهل الديوانيه راح يجون لهنا. ان شاء الله. هاي المشاريع ما نلقاها بس ببغداد، شارع المتنبي. صحيح. هاي المشاريع. صحيح. كمية كل زينة جاي يخلي هاي كلها ب2000 دينار. وهسه جاي يحضر لنا بالدولمة. شوفوا الدولمة شلون طيبة، شلون شكلها راقي، حموضة على رمان. وهسه مثل ما تشوفون صبالنا الدولمة مبينة مش شكلها كلش طيبة وراقية. هذا الماعون كله فقط ب2000 دينار، وهذا الجدر بكمية كلش كبيرة ب5000 دينار، بالإضافة إلى الليمون والرمان. هسه راح أذوق لكم الدولمة وأعطيكم رأيي الكامل بطعم الدولمة. طبعا الدولمة كلش طيبة وراقية ونظيفة وتذوب بالحلق. أنا ضقتها بدون دبس الرمان. هسه راح أخلي لها دبس الرمان ونشوف الطعم شلون راح يصير. حموضة على حلا على لشوعة الدولمة، تطلع الدولمة خرافية. عنده شوندر، هذا الشوندر كلش طيب وراقي. يقول هذا الشوندر شغل بيت، طبعا هو مأكولات كلها شغل بيت. عنده هذا الشوندر بحموضة على حلا مطية طعم كلش طيب وخرافي. هاي الدولمة مثل ما تشوفون شكلها شلون مرتب وحلو، وطعمها خرافي وطيب ونظيفة، وبيها حشوة كلش يعني كبيرة وهواي وراقية. مثل ما تشوفون هاي البصلاية شلون لاجعة. هسه راح افتح لكم الفلفلة ونشوف كمية الحشوة وكمية اللحم اللي بيها. هسه نشوف حتى مبين هنا اللحم وكمية الحشوة بالدولمة، ونظيفة ومرتبة وراقية. هذا فقط كله ب2000 دينار. يقول اللحم اللي يستخدمه لحم عراقي خالص، واللي يستخدمه اللحم بالدولمة لحم غنم. طبعا هي صدق مبينة كلش طيبة وراقية. طبعا عنده كبة وعنده سمبوسة وعنده لحم بعجين وعنده بيتزا وعنده فطائر وعنده شوندر وعنده مقبلات. هاي كلها موجودة عنده، وكلها شغلات بيت، أكلات بيت، يعني نظافة فول. الطعم مالتها كلش طيبة واللجوعة مالتها تخبل. مثل ما تشوفون خلصنا على الدولمة كلها. طبعا الدولمة طيبة وراقية وانصحكم تجون وتجربونها. والشوندر على الحموضة والحلا ما اسولف لكم عنها، فد شي راقي. يعني الدولمة والشوندر شي راقي واساسي، ويا الدولمة الشوندر. هسه مثل ما تشوفون شباب
ياسر يقدم لنا كبه برغل، كبه تمن، سمبوسه، شوندر، والطبق الرئيسي هي الدولمه. بس شوفوا شلون لا تعال المصور حبيبي، شوفوا اللي تشوفها شلونها، وليمون وشوندر. طبعا شوندر حامض حلو، يعني الطعمات خرافي. المنيو الكامل عندك شنو؟ نعم. شنو اليوم عندك الخصوصات؟ اليوم والله خلصت عندي اللحم بعجين والبيتزا. لحم بعجين وبيتزا. احنا الاكلات الموجوده بهذا المطعم، أي. الاكله الرئيسيه اللي هي الدولمه، أي. والدولمه لحم عراقي خالص. زين، وعندنا بعد سمبوسه، وعندنا كبه تمن وكبه برغل، وعندنا شوندر. زين، هذا الشغل كله شغل بيت؟ هذا كله شغل بيت، واللحم لحم عراقي خالص. لحم شنو نوعه؟ اللحم غنم. لحم غنم. نعم. من يمتى لمتى تبسط؟ من الساعه 10 الصبح لحد 10 بالليل. والمواعين باش تبيع عن المواعين مال الدولمه النفر ب 2000 ماعون ب 2000، والجدر مالته ب5. جدر يعني بكمية. حبيبي عنوانكم بالكامل طيني اياه. نعم، بدايه شارع الوقفه مقابل اعلانات الحساب. كل الهلا بيكم. عيني عنواننا اللي هو شارع التحدي مقابل اعلانات الحسام، وهذا الاسيا الرقم وهذا رقم الاثير. الاسيا بواتساب، تقدرون تتواصلون ويانا وان شاء الله ما نقصر وياكم. عيوني زوروه، الاكلات اللي يقدمها كلش حلوه، منيو كامل عده للاكلات الشعبيه. حبايب قلبي، هاي اعلانات الحسام، وهذا مطعم بيت الدولمة.